طريقة عمل الطرب الضاني المشوي في الفرن. معانا نص كيلو لحمة جايبها من الدش، دي من تحت الرقبة. بتروح لأي واحد جزار بتقول له عايزة نص كيلو دش لحمة مفرومة، دي هنستخدمها للطرب. معانا منديل الخروف. منديل الخروف دي بيبقى فين؟ منديل الخروف دي يا بنات اول ما الخروف بيندبح او اللحمه الضاني بيبقى اول حاجه بعد فتح البطن، تمام؟ بنجيبها من عند الجزار، بتوصيه عليه قبلها بكذا يوم، بتقول له لو سمحت انا عايزه منديل الخروف. دي شكله طبعا في منها حته تخينه وفي منها حته رفيعه. الحته التخينه دي ما بنعملهاش، بنعمل الحته الرفيعه. يا رب تكون الحلقة تنال إعجابكم، ويلا بينا نعمل الطرب المشوي في الفرن في البيت. المكونات بتاعتنا تفل بصل، دول بصلتين صغيرين بشرتهم وحطيت عليهم ملح وفلفل بس، مش بتحط عليهم أي حاجة. ومعايا قرن فلفل أحمر سبايسي حطيته عليها، تمام؟ خدت صفيت البصلتين دول، دي المية بتاعتهم، وحطيت عليهم طماطمايه مبشوره. معانا خضره شبت وبقدونس، دي اختياري. معانا البهارات الاساسيه بتاعه الطرب المشوي زي المحلات، رشه جوز الطيب، فلفل اسمر، ملح، ولا اكتر ولا اقل، ولا توم بودر ولا بصل بودر ولا اي حاجه من دي خالص. دي الطرب المشوي بتاع المحلات بالظبط، او زي بتاع الكبابجي، تمام؟ يلا بينا نعمل الطرب المشوي او منديل الطرب بتاع الخروف المشوي في الفرن في البيت. يلا بينا نشوف الطريقة. وكل سنة وانتم طيبين، مناسبة شهر رمضان الكريم. عشان اعمل الطرب المشوي في البيت بجيب معلقتين من مية البصل، حبيتين صغيرين كده، بنزل بالطرب بتاعنا اهو، بتبله الاول. وطبعا لو لقيتي حته تخينه بتجيب الشاكوش بتاع البفتيك، يعني دي كانت تخينه، تمام؟ وانا دي تخينه عملتها، حطيتها تحت كيس ودقيت عليها بالشاكوش اللي هو الشاكوش بتاع البفتيك العادي، تمام؟ زي ده يا بنات، بتدق عليه علشان تبطبطيها وتبقى زي كده. دي كانت تخينة، شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ واهم حاجة في الطرب لازم تكون رفيعة علشان دي مليانة دهون، تمام؟ اهم حاجة انك انت تتبلي الطرب بتاعك الاول بمية البصل والفلفل والملح، علشان دي كلها برمي معاكي في الاخر طعم جميل، تمام يا بنات؟ اهو كده انا اهو، شايفين؟ تمام. بسيب ده حوالي 8 دقايق ولا 10 دقايق بعد ما بيتبل، تمام؟ وممكن تشتغلي بيه على طول، تمام؟ بس انا بتبل حاجه دي باجي قبل الفطار، احنا في شهر رمضان، وابدا اعمله، هيبدا يتري معايا اهو ويبقى سلس كده معاكي. اهم حاجه التتبيله دي تشربيه من تتبيله البصل والفلفل الاسمر والملح وجوز الطيب. طبعا دي كلهاته بتحط عليه شعرة جوز الطيب، تمام؟ بعد ما تبلنا ده الكمعن، بجيب بولة بحط فيها اللحمة المفرومة بتاعتي، تمام يا بنات؟ اهم حاجة اللحمة دي لازم نسمخها، نديها البهارات بتاعتها اللي احنا قلنا عليها من الاول. اهم حاجة تفل البصل ده اللي احنا هنحطه تفل بدون مية، تمام؟ علشان اللحمة ما تسقطش منك حتى وانت بتشويها. بنحط تفل البصل، بنضيف معلقة الملح.
الفلفل الاسود ورشة جوز الطيب اهي، ولا اكتر ولا اقل. ببشر كده بشرة جوز الطيب، ومش تكتري جوز الطيب عشان مش تمرر منك اهي، بس خلاص تمام. بحط لها شعرة خضرة، دي اختياري برضو، عايزة تحطيها حطيها، مش تحطيها براحتك. عندك فص توم مدقوق مفروم بتحطيها عليها. هي دي الخلطة او التتبيلة بتاعة الطرب. ازاي اتبل الطرب المشوي؟ تمام. ببدأ امسك دي كده ونقول بسم الله. الله لو كده ريحتها جميلة. ابدأ الف كده اللحمة مع تفل البصل، بسم الله ما شاء الله. اسمخها الاول. بقعد اهم حاجة الدعكة دي، انك انت بتدخلي دي كلها في بعضه. تمام. انا شرحي واحدة واحدة، ابقوا معانا لغاية ما اسمخ بس اللحمة دي كده. انا سمخت اللحمة بتاعتي اهي، دخلتها كلها ببعضيها. ودي اهم جزء في البطلة الحلة بتاعتنا، الطرب المشوي، عشان الكفتة تشرب كلها من بعضيها. تمام. كل اللي علينا ان احنا هنركن ده على جنب. نجيب منديل الطرب هي جميل، نفرشه كده. دي بعد ما انا تبلته بتعمليه زي ما انت عايزه. بتجيبي بتكوري حته كفته اهي، ونبدأ نرصها كده يا جميل، ونلف دي كده بسم الله اهي. شايفين اللفة اهي، ولا اكتر ولا اقل. بجيب السكينة بتاعتي واروح قاطع الحتة دي كده اهي. اهم حاجة انتي ما تخليهوش مليان، وكل ما صباع الكفتة بتيجي على الحتة دي تروحي قافلاها كده اهي يا قشطة. ادي اهو تمام اهو يا قشطة. تمام. هنيجي على اللي بعده، هنعمل نفس الحركة اهي. تفردي المنديل وتحطي اهي جميل، بسم الله. طريقة جميلة وحلوة، طريقة عمل الطرب المشوي في البيت زي المحلات اهي جميل. وتروحي اللفة دي كده وحاطة دي كده، ونفس النظام في الناحية التانية اهي اهي جميل. سهلة ومش صعبة. حتة كفتة ما شاء الله. طريقة عمل الطرب بمنديل خروف اهي تمام، ونلفها اهي. وما تلفيش كتير، يعني كل ما يبقى عشان دي كله ده، كل ما انت هي لفة واحدة وتروحي قطع على طول اهي. تمام يا قشطة اهي. سهلة. ممكن تعملي دي صباع صغير اهو، حتة كفتة وتروحي لفة بسم الله اهي. اهي يا قشطة تمام. المهم تكون دي مثلثات اهي يا جميل.
اهي شايفه اللفه، انا بضم كده وبروح شاددها كده اهي. انا حبيت اوريها لكم، تضغط عليها ضغطه بس واحده. انا طبعا هعمل الطرب احشيه وابقوا معانا يا جميل. تمام، دي اخر صابع هعمله قدامكم. ممكن تبلي ايديك بميه البصل وتلفيها كده اهي، تحس نفسك انك انت بتلف ورق عنب. بنجيب دي كده اهي، كل اللي عليك بتروحي لفاها ضماها ومدخلة دي كده ومدخلة دي الناحية، وتتك بس عليها عشان ما تفكش منها. تمام يا جميل. هعمل الطرب بنفس النظام وابقوا معانا يا جميل. طريقة جميلة وحلوة، بسم الله ما شاء الله. طريقة عمل الطرب الخروف او منديل الخروف المشوي في الفرن زي المحلات. طريقة جميلة وحلوة كده. انا بس هديله رشة كده من البابريكا عشان يبقى شكله حلو. تمام، ايه رأيكم؟ حاجة جميلة وحلوة. والف كده بمية البصل عليه من فوق. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا يا قشطة كده. هندخله بقى الفرن. طريقة ما خدتش 8 دقايق. طريقة جميلة وحلوة. طريقة عمل طرب الخروف او منديل الخروف في الفرن المشوي. كفتة الحاتي او كفتة الكبابجي اهي يا قشطة اتعملت اهي كده يا قشطة. هندخلها الفرن وخلاص على كده. ابقوا معانا. اتعمل الطرب المشوي زي بتاع الحاتي والكبابجي في الفرن اهو يا جميل. بسم الله ما شاء الله. هتحطيه في النص كده وسيبيه مع نفسه. طريقة عمل الطرب التركي اهو. بسم الله ما شاء الله. كده عملنا طريقة عمل الطرب الحاتي بمنديل الخروف. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة اهو يا جميل. طريقة عمل الطرب المشوي بمنديل الخروف زي الكبابجي في البيت اهو يا جميل. شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. على الوضع ده يا جميل بجيب ورقة فويل احطها هنا، معايا حتة فحمة واروح حطيتها كده يا قشطة اهي، واروح نازل عليها بحتة سمنة. تمام، عشان تدينا طعم وريحة المشوي. ونروح قافلين عليها كده مغطين عليها. نجهز بقى الطحينة والعيش واللازم منه. ابقوا معانا. كده الحلقة خلصت. كل سنة وانتم طيبين. عملنا طريقة عمل الطرب المشوي بمنديل الخروف زي الكبابجي او الحاتي في البيت. شايفين كده؟ بعد ما حطيت حتة الفحمة نفتح. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ حاجة جميلة وحلوة. تمام، شايفين الجمال والحلاوة. دي طريقة عمل الطرب دي كده ما عادش لها لازمة. بسم الله ما شاء الله. طريقة جميلة وحلوة. عملت سلطة الخضار بتاعت الحاتي، وعملت سلطة الطحينة المرملة. يعني طبعا عامل حلقة ليها مخصوص. والعيش والطرب المشوي ده عملته بمنديل الخروف، ومعانا عيش بط اللي هو بتاع السنبلاوين حاجة حلوة، ومعانا عيش بلد اللي في نفسه في حاجة بياكلها. يلا بينا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم. امين عليكم. لو عجبتكم الحلقة دوس لايك وكلمة طيبة منك، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر مبارك عليكم وعلى العالم كله وعلى مصر أم الدنيا. في رعاية الله وأمنه.